شغلك في المشرحة ممكن يخليك تشوف أي حاجة، حتى لو واحدة ميتة من فترة بتتحرك. دكتور فاروق إبراهيم، طبيب الطب الشرعي للمشرحة، كان بيشتغل زي كل يوم، بس النهاردة استلم حالة غريبة جدا. جثة بنت شابة اتهمها أهل مزرعة قريبة إنها ساحرة، وعذبوها بطريقة وحشية قبل ما تموت. جسمها كان مليان جروح وحروق، وكأنها مرت بتعذيب مرعب قبل ما تلاقي مصيرها. فاروق رغم انه متعود على الحالات العنيفة، حس بحاجة غريبة ناحية الجثة دي. لما بدأ التشريح اكتشف علامة غريبة محفورة تحت جلدها، شكلها زي رمز من رموز السحر، شكله غامض، وكأنها كانت جزء من طقوس سحر وشعوذة. كل حاجة في القضية دي كانت غريبة، عشان كده قرر انه يسيب الجثة دلوقتي ويدور اكتر على حقيقتها. بالليل فاروق رجع المشرحة وهو مصمم يكمل شغله، لكن لما دخل حس برعشة برد قوية جدا. بص ناحية الترابيزة اللي كان سايب عليها الجثة وثبت في مكانه. الجثة مش في مكانها، كانت واقفة وايديها مرفوعة للسقف، وكأنها بتحاول تلمس حاجة هو مش شايفها. عرق بارد نزل على ظهره بسبب جسمه كله اترعش، وقرب منها بحذر، لكن لما شغل النور شاف وشها المحروق المتفحم وهو عليه ابتسامة مرعبة. اتوتر وحركته بقت بطيئة، والمكان بقى بارد اكتر من المعتاد، والنور بدأ يقطع ويرجع بسرعة. هل ده اللي شايفه ده حقيقة ولا مجرد تخيلات؟ عشان عرف عنها ان شغلها في السحر والأعمال والدجل. فجأة النور طفى، ولما رجع الجثة كانت رجعت لمكانها الطبيعي، كأن ولا حاجة حصلت. حاول فاروق يقنع نفسه ان ده وهم، لكن جوه قلبه كان حاسس ان في حاجة غلط. قرر يدور اكتر في تقارير القضية، وبدأ يكتشف تفاصيل اغرب. البنت كانت متهمة بالسحر. اهل المزرعة كانوا خايفين منها، قالوا انها كانت بتعرف حاجات عن الاعشاب والعلاج، وكانوا مقتنعين انها بتستخدم السحر الاسود. وقبل موتها عملوا عليها حاجة اسمها طقوس تطهير. كلمة طقوس تطهير دي علقت في دماغه، وما بقاش عارف هل ده كان طقس ديني ولا حاجة فيها بشاعة اكتر من السحر. قرر انه لازم يكمل التحقيق بنفسه. وفي الليلة دي رجع المشرحة تاني. المكان كان فيه شعور غريب عن اي مرة قبل كده. الهوا بقى تقيل، مش عارف يتنفس، وكأن في حاجة بتراقبه. ولما قرب من الجثة حصلت حاجة خلت قلبه يقع في رجليه. عيونها اللي كانت مقفولة فتحت، وكانت بصاله مباشرة. في اللحظة دي حس بطاقة غريبة خارجة من جسمها. حاول يبص بعيد بس هو ما قدرش. وفجأة سمع صوتها بتتكلم، لكن مش صوت بنت، كان الصوت مختلف، خشن وقوي جدا، كأنه طالع من تحت الأرض. صوت يخوف ويخليك تتهز من جواك. قال بصوت فيه غضب: قتلوني عشان اسكت، بس شفت حاجات وعرفت اسرار محدش المفروض يعرفها. فاروق رجع لورا من الخوف، لكن رجليه كانت تقيلة. حس كأنه مربوط بحبل في الأرض. الجثة ابتدت تتحرك، وعينيها بقت بتلمع وفيها ضوء غريب. بدأت تقوله:
موتي كان البداية يا دكتور، عذبوني علشان ما اتكلمش، بس دلوقتي انت كمان بتساعدهم وفي فضول جواك عايز تفهم، علشان كده لازم تدفع الثمن. البرد زاد ومش قادر ياخد نفسه، كأن الأكسجين بيختفي من الغرفة، والبرد كان كأنه بيدخل جوه عظمه. في ظلال ظهرت في المشرحة وبدأت تتمدد وتتحرك وتقرب عليه. الأضواء كانت بتنور وتطفي بسرعة جدا، وفجأة اختفت الجثة. فاروق حس ان جسمه أخف من الرباط، حاسس ان الرباط اللي كان مربوط بيه اتفك. طلع جري من المكان مش قادر يصدق اللي حصل. هل هو بيحلم ولا هو في كابوس؟ بس اليوم مخلصش كده، حس انه لازم يرجع المشرحة للمرة الأخيرة، لأنه عارف ان في حاجة أكبر من مجرد جثة ساحرة أو دجالة. أكيد في سر مرعب. أول لما دخل الغرفة النور طفى، حس بنفس بارد ورا ظهره، وسمع صوت عميق طالع من وسط الضلمة اللي قدام وبيقول: اللي قدامك دي مش مجرد جسم يا فاروق، ده باب وانت خلاص دخلت فيه وشفت اللي ما كنتش ينفع تشوف. فاروق حاول يتحرك لكن جسمه متخشب، الظلال ابتدت تغطيه وتخنقه وتغرقه، وفي لحظة واحدة كل حاجة اختفت. المشرحة بعدها فضلت مقفولة لأسابيع، وفاروق إبراهيم الشرطة سجلته انه مختفي بدون اي اثر. المبنى بقى مهجور، محدش قرب منه تاني، وكأن المدينة كلها قررت تنسى اللي حصل. كانوا حاسين انها لعنة وبتصيب اي حد يشوفها او يعرف قصتها، عشان هتظهر له الظلال دي وممكن يختفي زي ما فاروق اختفى. محدش يعرف قصتها غيري وغيرك دلوقتي. انت كويس؟